من أروع القصص التي قرأتها. قصة جميلة جدا راح تبين لك الفرق. والفرد يوم ملك عنده بنية واحدة جميلة جدا. هذا الملك بس هاي البنية الوحيدة، تعرف اللي يتزوجها يكون ملك بعده ما عنده أبناء. شاف بعالم رؤيا انه اكو شاب ليلية يحضر الى المسجد يقرأ مناجات ويصلي ولا يفارق الصلاة ابدا. فبعالم رؤيا اختاروا هذا الشاب زوج علما البنت. دس على الوزير قال له الان تاخذ قوات بهاي الليلة وتطلع للمسجد، اكو شاب هناك يصلي مواصفاته لا يقطع صلاته ابدا، صلاة ظهر صلاة، مواصفات هذا الشاب تجيبه وتجي. بهاي الليلة صادف الشاب ما يروح الجامع، والحرامي مال المنطقة قرر الليلة يبقى الجامع. يقول الليلة هذا عموما ما قال انا ما اروح اليوم للجامعة اصلي بالبيت، والحرامي اللي بالمنطقة قال اليوم انا اروح ابوق الغراض بالجامع. اجى الجامع بعد ما انفتح مقفل عمر من الحائط، قام يدور له على شيء كذا ما اخذ. شاف اكو فرد حرس اجوا وربكه صارت بالباب، فتح هذا يفتحون الباب، شاف جنود، شاف الملجأ الوحيد انه يصلي. زين الباب ما جامع مقفول، قام يصلي على باب الجامع. دخلوا ذولي عليه بابعه وشاب يصلي. الوزير قال ما شاء الله، بقدر شوقه الى الصلاه ما تحمل الباب يفتحوها، صلى على الباب. هذا هو خلص الصلاة ما يقدرون يسلفون اياه يصلي الثانية، خلص الثانية صلى الثالثة حتى بسبيل ما يحققون اياه، بسبيل ما ياخذوه. رابعة الخامسة تعطله، والوزير التفت على واحد من قواده قال له بس يخلص الفرض هذا كمشة، بعد مللنا نقل الصبح شلون؟ خلص الفرض كمشة. جابوا للملك، دخل على الملك مخلوص ما يحكي، حرامي يجي السابع. الملك قال له انا شفت بعالم الرؤيا كذا وكذا، واجى الوزير شهد قال له والله لا يترك الصلاة ابدا. هذا مشكلة يعني، اخذناه يعني من على السجادة، عايف الدنيا يصلي على باب الجامع ما يلحق يفتحوها، ما هالقد مشتاق الى الصلاة. قال هو هذا، تعال تزوج بنتي وانت ملك بعد، باكر الصبح مراسيم الملوكية الك. هذا الشاب هنا دنك، اسمع الشاهد، دنك خجل. قال له الهي جعلتني ملكا لصلاة كاذبة، سويتني ملك زوجتني، فما حال المصلين العابدين؟ ايش تطيهم ذول؟ صلاة كذبية واحدة سويتني ملك، والله لا أعبدنك حتى أوارى تحت